تربيثا طوتا وخلمانيتا إلى أقدام داني إسي بوش أن قايد سنادا على برصوبا زرعثا من شني قماي كت إلى هاي طرت كي مقروز قاوي شورة بقنائيث وشنائيذ كنوشيائيث كت معبدن خريشة على دوبارة ويشوثا وأرخش قليا وعم كنوشيا كت كل ما دهاوي مقدورة خاي قاوي الشريا كل ما دهاوي برصوبايث طاو. تربيثا طوتا إلى مبريتا ضرعيوثا ومسيمتا دبالا البغرة ونوشا قا شورة وها مندي خشاوة إلى مسيمتا دبالا بتورسايا تقولا قام قروستا هونيتا وبغرانيتا عم مريستا عدانا دماخا ومسيوم يبالا بتلميزوثا برصوبيتا ونطارا من مرعي بأرخا المتابعتا أسيوثا وطعومه. وأبي لما بريتت خمخدورة دليفقا بعنابا وممريتا وزدوثا إنقو بيدوتا ينقو مدرشتا قاشورة رايش بشينا ومخاميتا وهاوي مصيانا قد معبر بود رخشة. أبكن شا إتلي قرق وتربيثة طوتا قو بنايا برصوبوثة قولتا قاشورة قادم قروس وهاويلة خلانا علا يبقاني ورايش بشديوثا نوشانيتا وهاوي مصيانا قوش قلياوة بكنوشيا ومياقر الخينة كالتربيثة طوتا كي يوالي مهيروثا هونيتا قد شاقل قطاعة طريسة وماصة شاقل مشتلانوثا. بيتوتا إتلقرأ السايق وياولتا التربيثة طوتا كت إلى أمبوعة قمايا الملوبي كت شورة بشاقل معبدانوثا من دوبارد آواهي وشاقل ويول عم ناشي وخرطة تايلي قرد مدرشتا إلى متممنتا ادبيتوتا بأرخاثة مفروية مخضورة سندانا وطاوقة شورة. وقطوارة تكنولوجيا هدية تربيثة طوتا خشاوي لأب متوتة عينة على مبلغتة شورة التليفون وكمبيوتر قاد مبلخيلي غذا أرخة ترستا عم سنتيقة اتعاوث خوبات أسباي قاوي قام قويتة بصاياثي هوناي. خوتا ما ماسخ أمرخ التربيثة طوتا إلى خعواذا بنيانايا لدعثيث شورة وكنوشيا كت إلي هو السدبانة علي يوبالا مصيانة وطاوة اتكالي باثت أسقواثا ومشوت بقوبنايا كنوشيا تقولا على السد ناشوثا. رجعنا وياكم مشاهدينا الأحبة حتى نكمل حلقتنا لهذا اليوم عن محور حلقتنا اللي ذكرنا بهذا التقرير عن التربية الصحية والآمنة ودورها في بناء شخصية الطفل. أكيد حتى نحكي عن هذا الموضوع أكثر نستقبل ضيفتنا الست دعاء خليل إسماعيل مسؤول شعبة شؤون المرأة في تربية نينوى ناشطة في مجال الأسرة والمجتمع. صباح الخير ست دعاء. صباح النور، أهلا وسهلا. بداية نشكر قناة العراقية وحضراتكم على استضافتنا بهذا البرنامج. أهلا وسهلا بك. بداية ست دعاء، تعرفين أنه موضوع حلقتنا حول التربية الصحية والآمنة طبعا ودورها في بناء شخصية الطفل. خلينا نعرف التربية الصحية والآمنة أيضا للطفل من منظور تربوي واجتماعي. نعم، التربية الصحية الآمنة طبعا يتبادر إلى ذهننا لو كلمة الصحية يمكن هي الخلو من الأمراض، والأمان هو الحماية الجسدية. لكن البيئة الصحية
للطفل هي تكون بالعقل السليم والجسم السليم أيضا. والحماية الآمنة نعتبرها أنه بيئة يتربى فيها الطفل خالية من العنف والتنمر والترهيب أيضا. نعم ست دعاء، مرحبا مجددا. السؤال لحضرتك هو عن دور الأسرة في توفير هذه الظروف الملائمة مثل ما ذكرتي حضرتك، شنو دورهم يقتصر؟ هل توفير العناية الجسدية مثل ما ذكرتي أو الأمان الجسدي والجانب النفسي أيضا، شلون ممكن يهتمون بهذا الجانب؟ شنو دورهم بحماية الجانب النفسي للطفل؟ الأسرة لها دور مهم، الآباء لهم دور مهم في تنشئة وتربية الطفل في بيئة آمنة وسليمة. اعتيادي أنه أهم شيء أنه يكون الحوار بين الآباء والأبناء، الجلسات الحوارية المطولة، وأهم ما هذا يكون يجد الحنان والأمان في البيت. الأمان العاطفي ضروري جدا يكون متوفر. استخدم أساليب المرونة في التعامل مع الطفل وتجنب القسوة وأيضا الكلمات القاسية اللي تكون مؤثرة في الطفل مما تأثر على نفسيته بالمستقبل. يمكن زرع الخوف في الطفل يمنعه من الإبداع أو ينمي شخصية مهزوزة يتصادم بها مع المجتمع والبيئة الخارجية، وخصوصا إذا كان الطفل في السنوات الخمسة الأولى يكون من مسؤولية الأم، متأثر بالأم. الأم تكون حريصة دائما على انتقاء الكلمات، على التعامل بهدوء مع الطفل بدون استخدام العنف، ابتعاد عن استخدام الكلمات البذيئة، لأن راح تزرع في نفس الطفل الخوف، وهذا الخوف يتولد إلى المدرسة. طبعا راح تنصدم المدرسة بشخصية طفل مهزوز جدا، فدور المدرسة راح يكون كبير في معالجة نفسية هذا الطفل. لكن مع هذا هو مجتمع متكامل، الأسرة والطفل هي أيضا منظومة كاملة في بناء شخصية الطفل. نعم ست دعاء، احنا حكينا عن التربية الصحية، طيب التربية الخاطئة وأساليب التربية الخاطئة مثل انه خلينا نقول مثل ما ذكرتي انه الطفل يكون مرتبط بالأم في السنوات الخمسة الأولى، ممكن الأم يعني اللي تهمل الطفل أو تهمل أبنائها أو حتى الأب اللي غائب عنهم دائما، يعني هذه الأساليب الخاطئة في التربية أو التفكك الأسري اللي يحصل شلون ممكن تأثر على شخصية الطفل مستقبلا؟ أكيد يعني لا يخلو الأمر، وخصوصا حاليا بالمجتمعات دا يتطرق كثير إلى التفكك الأسري. نشاهده هذا واضح حاليا بالمجتمع، ويدق ناقوس الخطر التفكك الأسري جراء العوامل النفسية والاقتصادية التي يمر بها البلد. فمن واجبنا كأسرة نوفر البيئة الآمنة للطفل في ظل غياب الأب. طبعا تكون الأم هي لها دور كبير ومؤثر. إذا أنشأنا الطفل على الخوف وعلى الرهبة أكيد راح ينشأ طفل مهزوز الشخصية، متردد دائما، يصطدم بالمجتمع، يمكن مستعد للانحراف. فاعتيادي يكون التنشئة السليمة، غرس المبادئ، غرس القيم بالطفل من السنوات الخمسة الأولى حتى ينشأ في مجتمع سليم ومعافى أيضا. نعم ست دعاء، نتكلم شوية عن الاختلاط. طبعا أكيد دور الأم والأب. نعم عفوا ست دعاء، يعني الاختلاط اللي يصير أو الصدمة اللي تحصل للطفل عنده أو الاختلاط مع الروض أو المجتمع الأكبر خارج المنزل أو خارج الأسرة، ممكن يكتسب بعض السلوكيات الخاطئة نقدر نقول، أو السلوكيات غير محببة، وينقلها إلى داخل الأسرة، ينقلها إلى بيئته الآمنة. شلون ممكن يتم التصرف بهذه الحالات؟ أكيد يعني مثل ما ذكرت أنه غرس المبادئ بالطفل، القيم والأخلاق، التعاليم الدينية، كلها تأثر على نفسية الطفل. يكون الطفل مستعد للاختلاط في المدرسة ورياض الأطفال، راح يواجه تربيات متعددة، نفسيات مختلفة. لكن لو غرست فيه المبادئ الصحيحة، القيم الصحيحة،
راح يمكن التأثير عليه قليل بالبيئة الخارجية. لكن لو نشأ طفل في بيئة تغرس فيه الخوف والتردد راح يصطدم بها، فيكون هنا دور المدرسة في التعاون مع الأسرة لكي يعدل السلوك اللي راح يكون به الطفل. فهاي الأمور كلها طبعا تأثر بالطفل. القيم والمبادئ مهمة جدا لغرس شخصية قوية ومستعدة للاختلاط والانخراط في المجتمع ومواجهة كل ما يكون من سلوك غير سوي في مجتمعاتنا الموجودة حاليا، وخصوصا احنا في ظل عالم الانترنت وعالم الرقمنة. هذا العالم خطر جدا على الأطفال، فمن واجب الأسرة كما كنا سابقا نتعلم الحلال والحرام، حاليا في عالم الانترنت والرقمنة والاختلاط المتطور مع الأطفال، وكل واحد بيده انترنت أو تليفون أو آيباد أو يمارس الألعاب هو من صغره. يجب على الأهل أنه تفهيم الطفل هذا الشيء خاطئ وهذا الشيء صحيح. لازم احنا نشوف المحتوى الهادف نبتعد ايضا عن المحتوى الخاطئ. نعم ست دعاء، خلينا نحكي شوية عن الموازنة بتصرفات الأهل، أو خلينا نقول شلون ممكن الأهل يوازنون في تربيتهم للطفل من حيث الحزم والاحتواء، يعني ما بين هذا وهذا، يعني حتى يكون فت موازنة شو ممكن يحققوها الأهل؟ أكيد. هو دائما نقول احنا مسك العصا من النص واستخدام الترغيب والترهيب للطفل. يعني أنا ما أكون دائما شديد القسوة مع الطفل ومعاملته بعنف دائم، لكن أستخدم العصا من النص، أستخدم أسلوب الترغيب والترهيب. يمكن مرة عقوبة خفيفة، يمكن النظرة شوية القاسية تكون أحسن ما من الضربة اللي تترك طبعا في نفس الطفل أثر أكثر، تخليه شخصية مهزوزة. لكن استخدام العصا من الوسط، تعليم المبادئ بدون استخدام العنف اللفظي. طبعا العنف اللفظي أخطر من العنف الجسدي. يمكن الضربة تنسى مع مرور الأيام، لكن العنف اللفظي راح يبقى مع الطفل، والكلمة الجارحة أو التنمر على الطفل يكون مترافق معاه طول العمر حتى لما يكبر. فأكيد استخدام الترغيب والترهيب في التربية ضروري جدا، ويكون الأهل يعني احتواء الطفل طبعا مهم جدا. توفير الأمان العاطفي، يمكن الأمان الترفيهي اللي هو توفير المال، البذخ على الطفل، الصرف، يمكن هذا مع مرور الوقت يتغير، لكن الأمان العاطفي والاحتواء مهم جدا، لأن هذا يزرع بالطفل قوة شخصية ما تتأثر في حال أنه شاف حنان خارج بيته، يمكن راح ينحرف أو ينجرف لهذا الأمان. لكن عندما تتوفر بيئة آمنة للطفل ما راح يتأثر بالبيئة الخارجية اللي يصطدم بها بالمستقبل. نعم بكل تأكيد. ست دعاء، حدثينا عن التحديات التي اليوم تواجه الأسرة العراقية أو العائلة العراقية في توفير هذه البيئة الصحية أو البيئة الآمنة لتنشئة الطفل أو الأطفال. نعم، يمكن حاليا التحديات اللي تواجه الأسرة العراقية هي السلوك الغير منضبط لاستخدام الإنترنت. يمكن هذا أخطر ما حدث في بيوتنا حاليا. يعني يمكن علينا أن نكثف الجهود وتكون توعية مضاعفة من قبل الجميع، الآباء والمدرسة والمجتمع أجمعه أنه يتعاون أنه يضبط سلوك الإنترنت. يمكن يخلي ضوابط عليه، يخلي ضوابط على الرقمنة الموجودة، على الألعاب الموجودة. يمكن هسه حاليا عندنا أخطر ما موجود من الألعاب هي البوبجي، الروبلكس. هذه كل الأمور ده تأثر بالطفل، يمكن حتى تؤدي إلى حالات انتحار وهم أطفال صغار. يعني يا ريت الآباء والمدرسة تنتبه وتوعي بهذا المجال. وأيضا
عندنا الحالة الاقتصادية اللي يمر بها البلد أيضا تأثر جدا على نفسية الطفل، لكن لا ضير انه الام والاب يفهمون الطفل ويعلموه على القناعه حتى يتحمل جزء من المسؤوليه في حال انه الحاله الاقتصاديه وسط او شبه معدومه، لكن انه العاطفه هي مو بفلوس. ممكن انه انطيه احتواء وامان وعاطفه وازرع به القيم والاخلاق، لان هذا كله من نفس يعني تنبع من نفسيه الام والاب مو من نفسيه المال. ممكن انه انا اعتبر دائما الدلال هو العنف الناعم، العنف غير الملموس، يعني العنف يؤدي الى التمرد، تمرد الطفل. فيا ريت انه لا الدلال الزايد هو يفيد ولا هو القسوه الزايده تفيد. فمثل ما ذكرنا انه العصا من الوسط جدا مهمه، استخدام الترغيب والترهيب في التربيه مهمه جدا، الاحتواء مهم جدا حتى لا يتاثر بالبيئه الخارجيه، حتى لا يتاثر بالانحراف مثلا او التطرف. فاكيد الطفل بحاجه الى النمو في بيئه امنه وصحيه. طيب ست دعاء، شنو ممكن تكون النصائح اللي تقدموها عبر الشاشة للأهل حتى يواجهون هذه الضغوط اللي ذكرتيها الاقتصادية سواء كانت أو الاجتماعية، يواجهوها وأيضا يحمون أطفالهم من أنه ما يتأثرون بها؟ شنو ممكن تكون هذه النصائح من قبلكم؟ نعم، يمكن بهذا الجانب راح أتكلم أنه كوني كتربوية ومن منطلق مسؤوليتي كشعبة شؤون المرأة في تربية نينوى، فاعتيادي المرأة نظير مع الطفل، هي المعلم والمربي الأول للطفل. فأكيد من منطلق احنا أيضا كتربية ثم تعليم، يعني المدرسة مو بس تلقين لكن هي أيضا تربية. حاليا انه احنا بدنا نتوجه توجه كبير من خلال الاقسام والشعب اللي موجوده في تربيه نينوى، منها شؤون المراه، منها قسم النشاط الرياضي والمدرسي، وايضا الصحه والسلامه وحقوق الانسان، كلها تتصب في صقل الطفل، صقل مواهبه، ملء الفراغ. حتى في العطل الصيفية احنا هناك نشاطات وفعاليات مهمة، وايضا من خلال كشعبة شؤون المرأة لدينا اعضاء ارتباط ومنسقين في جميع مدارس او اغلب مدارس نينوى، فيها منسقين نقوم بحملات توعوية. كل منسق موجود في مدرسة يوجه من قبلنا بإقامة توعية عن التنمر، عن الابتزاز الإلكتروني، عن التحرش، عن الجسد، اللمسة الآمنة. وحاليا راح نطلق حملة توعوية بعد انتهاء العطلة الربيعية، هي لمسة الأمان ولمسة الخطر، يعني الجسد خط أحمر للطفل، ومتى يقول لا للشخص الغريب. نعم. هاي الحملات كلها تقوم بها إن شاء الله تربية نينوى، وقمنا بها سابقا وحاليا بعد نصف السنة راح تكون عندنا حملات جدا قوية. وأيضا أحب أنبه أنه مجالس الآباء جدا مهمة، وننبه أنه الآباء يكونوا متابعين جيدين لأولادهم، لأن يعني بدون تعاون وتكون يد بيد مع الطفل والأسرة والمدرسة راح ينشأ عندنا طفل غير سوي وغير سليم، يصطدم بأي سلوك غير سوي خارج المجتمع وخارج الأسرة. نعم. فهذا التعامل العفو والتكامل الموجود بين الأسرة والمدرسة هو اللي راح ينشأ طفل يعمل على تطور هذا المجتمع مستقبلا. نعم، بركة هذه الجهود ست دعاء، أكيد جدا سعداء بسماع هذه النشاطات وهذه الخطط التوعوية. ممكن رسالة من حضرتك تكون للأطفال بأعمار صغيرة اللي ممكن يتابعون البرنامج أو ممكن يتابعون الحلقة، وإحنا ممكن أكيد نقدمها لأي أكيد طفل نصادفه، شلون ممكن يحمي نفسه، شلون ممكن يحافظ على الطفولة، شلون ممكن يحافظ على البراءة الموجودة بداخلهم بهذه العمر؟ نعم، هو أول شيء راح تكون رسالتي أيضا للآباء، إنه أطفالكم استثمروا فيهم. أطفال حاليا جدا أذكياء، مستوى يعني من خلال احتكاكنا بالمدارس المستوى جدا عالي عند الأطفال، فحرامات هاي تستغل داخل الأسرة بالعنف واحتواء هذا الذكاء اللي موجود حاليا. طفلنا حاليا جدا ذكي وموهوب،
الرسالة أنه أطفالكم هم أمانة في أعناقكم، مو وظيفة تأدوها، واجب يؤدى فقط في وقت معين وخلاص، لكن هم رسالة وأيضا أمانة في أعناقنا. أما أطفالنا الحلوين وأحبابنا أنه ينتبهون على دراستهم أيضا، وأيضا يبتعدون عن شيء اسمه انترنت. كل هذا احنا مثل ما نقول بالمصلاوي ملحوق علينا، يعني يلحقون إن شاء الله على البرامج الانترنت دائما متوفرة بحزم من الأهل، يوجهوهم التوجيه الصحيح. وأكو برامج جدا جيدة في اليوتيوب، ممكن انه الطفل انه ما يتوجه من حاله. انطي رساله للاطفال انتبهوا الى دروسكم، انتبهوا، حاولوا انه تقرون كتب، يمكن حتى وابتعاد عن الشاشات. يعني الشاشات راح تأذي عيونهم، لان احنا اكثر الاطفال هسه حاليا بالمدارس نشوفهم عندهم قصر نظر، يعانون من النظر، كثير حالات عندهم من التوحد. طبعا الابتعاد عن الانترنت هو راح يخلق بيئة آمنة وسليمة للطفل في السنوات الأولى. فيا أطفالنا الحلوين، الانترنت راح يتعب صحتكم، ابتعدوا عن الانترنت وخليكم في دروسكم وانتبهوا إلها ونظموا وقتكم ومهتمين بصحتكم الجسدية والعقلية. وإن شاء الله احنا كتربية نينوى ما نقصر في دعم الأطفال من التلاميذ من الروضة إلى حد الإعدادية، هم أمانة في أعناقنا. وأيضا نوجه الآباء كذلك نفس التوجيه، أنه الأطفال أمانة في أعناقنا. إذا أنشأتوا الطفل في بيئة سليمة أكيد راح ينتج عندي مجتمع سليم ومعافى من التطرف والإرهاب وكل شيء. نعم إن شاء الله. أكيد بالتأكيد ست دعاء خليل إسماعيل، مسؤول شعبة شؤون المرأة في تربية نينوى وناشطة في مجال الأسرة والمجتمع، شكرا جزيلا لحضرتك ولهذه المعلومات، ونشكر جهودكم أيضا اللي تسووها بهذا المجال.